المقرر إقامته يوم السبت. ولدى وصولها إلى مطار فارنبورو وجدت الأميرة لالا مريم في استقبالها ممثلا خاصا لوزير الشؤون الخارجية البريطاني وسفير المملكة المغربية المعتمد بلندن. أبرز رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن الحكومة تنوه بالقرار الملكي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدا عنها. وقد أعرب عزيز أخنوش في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي ارتباطا بتفضل الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدة عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية عن اعتزازه بهذا القرار التاريخي ذي الدلالات العميقة الذي يجسد الإرادة الملكية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال 20 سنة الماضية. وأضاف أخنوش أن الحكومة تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيله السليم تنفيذا لتعليمات الملكية. تتواصل بمكناس فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بتنظيم الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة تكيف الفلاحة الإفريقية تحت شعار تحول الفلاحة الإفريقية من أجل التكيف مع التغير المناخي. وتحظى هذه المبادرة التي تتمحور حول تبادل الخبرات ونقل الكفاءات في تطوير الأدوات من أجل تمويل فلاحي شامل، وتحظى بانخراط ودعم عدد كبير من البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ريبورتاج أنور الكحل وعبد الصمد منتصر. في الوقت الذي يواصل فيه التغير المناخي تهديده الخطير للأمن الغذائي في القارة الإفريقية، يوفر المؤتمر الوزاري الثالث لمبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية المنعقد بمكناس على هامش الملتقى الدولي للفلاحة، يوفر فرصة مؤسساتية مهمة للأطراف الفاعلة في مجال الفلاحة من أجل تقييم التطورات المسجلة والتفكير في التحديات ورسم مسار نحو المستقبل. هذه المبادرة تضم عدة دول إفريقية، وذلك من أجل تطوير خطة للاستثمار حول الفلاحة والتغير المناخي. وجرى تعبئة 2.4 ملايير دولار من طرف هذه الدول التي تشمل جميع مناطق القارة الإفريقية، واستفادت حوالي 10 دول إفريقية من هذه المبادرة. وقام رئيس المبادرة محمد صديقي وزير الفلاحة المغربي بإعلان خطوات هامة في الأشهر المقبلة تشمل إقامة منصة تكنولوجية التي تتمكن من إقامة روابط بين هذه المشاريع وآليات التمويل. وقبل أشهر جرى بالرباط إطلاق برنامج تمويل المناخ العالمي بمشاركة 23 دولة إفريقية. المشاركون القادمون من مختلف الدول والقطاعات الفلاحية في هذا المؤتمر الوزاري الثالث من نوعه الذي ينعقد في المغرب بعدما أطلقت المملكة المغربية هذه المبادرة خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي كوب 22 بمدينة مراكش في نوفمبر من عام 2016. المشاركون يلتئمون لتقاسم خبراتهم وأفكارهم وممارساتهم الفضلى بهدف تجاوز التحديات التي يطرحها التغير المناخي المفاجئ. المستوى ديال المناظرات والمستوى الجد مهم ديال يعني الشخصيات الرسمية والشخصيات أيضا الفعاليات اللي جاو اللي والفوا دابا كيتلقاو في هذا الملتقى وكيتداولوا بشؤون جد مهمة. بحال البارح كانت مناظرة حول السيادة الغذائية وحضروا فيها يعني الناس ديال لايفاو، وزراء من اوروبا، وزراء اخرين من افريقيا، خبراء في الاستعمال ديال الماء. كنظن بان هذه التجربه ديالنا كتعطينا الشرعيه باش نكونوا حنا يعني نقول واحد ناطق رسمي ديال الفلاحه الافريقيه عبر العالم. وهذا الشيء اللي اكدناه مع الشركاء ديالنا، اولا الافريقيين، ثانيا حتى الاوروبيين.
وتسعى هذه المبادرة المغربية إلى المساهمة في الحفاظ على الأمن الغذائي في إفريقيا وتحسين ظروف عيش الفلاحين في وضعية هشاشة وتطوير العمل في المجال القروي من خلال التحفيز على الممارسة القائمة على التكيف مع التغيرات المناخية. كما تسعى المبادرة إلى الرفع من قدرات الفاعلين في المجال وتوجيه التدفقات المالية نحو الفلاحين أكثر هشاشة. وللمزيد حول الموضوع نتابع هذه المعطيات مع المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب جواد الشامي، حوره موفد ميديا ان تيفي إلى مكناس أنور نكحة. وللمزيد من التوضيحات يحضر معنا الأستاذ جواد الشامي المندوب العام للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس في دورته 15. بداية سي جواد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. ما هي الإضافة النوعية التي ستقدمها هذه الدورة من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس للفلاح المغربي؟ يعني إضافة جد مهمة. أولا هذا العام زدنا قطب جديد ديال المقاولات الناشئة. المقاولات الناشئة اللي عرفت واحد الإقبال وغتعرف في المستقبل. هذا مزيد ديال من الإقبال من طرف هذا الفلاحة. لاحظنا بأن التكنولوجيات الحديثة اليوم ولات أساسية بالنسبة لهذا الفلاحة، لا سيما بالنسبة للاستعمال ديال الماء وديال بعض الأدوية. ايضا القطب ديال المنتوج المحلي شجنا يعني بكل ارتياح المستوى العالي اللي وصلوا له التعاونيات، لا بالنسبه للجوده لا بالنسبه للباكاجينغ ديال الانتاج ديالهم. واللي هو اهم من ذلك هما جوج النقاط. اولا واحد الرواج غير سابق في جوج الاقطاب والاروقه ديال المعرض. وكان واحد العنصر اللي اليوم يعني كنشجلوه بارتياح، هي النسبه ديال المشاركه ديال الزوار. وهذا الشيء اللي الحمد لله كيطمئن